لو عندك روف وعايز تعمل عزل، تعال اقول لك في ارش ديزاين هنعمل ايه. اول حاجه هنبدا بيها هو العزل المائي. عشان نبدا العزل المائي لازم نتاكد ان الاسطح مستويه ونضيفه. العزل المائي احسن الطرق لعزل الرطوبه، وبيتقسم لمرحلتين. اول مرحله بنستخدم فيها البوتامين او البي في سي. بعد ما بننتهي من المرحله الاولى من العزل المائي بنتاكد باختبار بسيط ان احنا بنسيب السطح عليه كميه ميه كافيه عشان نتاكد اذا كان في تسريب او لا. بعد ما نتاكد من المرحله الاولى ان هي تمام، بنبدا نعزل الطبقه الثانيه اللي هي البولي عشان نوصل لاعلى كفاءه من العزل المائي. بعد كده العزل الحراري بنستخدم فيه الفوم او الصوف الصخري، وده عشان نضمن افضل جوده بالنسبه للعزل. خلصنا العزل بتاعنا، لازم نحط حاجه تحمي العزل بتاعنا عن طريق طبقه خفيفه من الخرسانه او بلاط. وبعد ما نعمل العزل المائي والحراري لازم نتأكد باختبار نهائي عشان نتأكد مفيش أي تسريب أو مشاكل. وبكده نكون عملنا عزل مائي وحراري كامل لسطح الروف بتاعك. ولو محتاج أي حاجة، فريق أرش ديزاين دايما موجود لمساعدتك.